بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة ريسيفر ماستر 2000 فصل باور. هنوصل الشاحن زي ما احنا شايفين، مفيش حتى لمبة بيان شغالة. الريسيفر فصل باور نهائي. هنفك الريسيفر ونرجع لكم. فكنا الريسيفر حاليا وهنعتمد في اكتشاف العطل على الباور. هنرفع الامبير بتاع الباور اللي احنا مفصلينه في الورشة، وهيوضح معانا الشورت في انهي منطقة بالظبط، في اي سي الباور ولا في اي سي الاشارة. هات لنا الباور سبلاي يا عم. ده الباور سبلاي 12 فولت، وادي الامبير. هنرفع الامبير بتاعه واحد امبير، هنخليه 2 امبير كده. 2 امبير معانا. هات الريسيفر. هنحط بنزين على البوردة ونوصل باور 2 امبير، وهنبدأ نشيك. هات الميكروسكوب يا عم. هنبدأ من اول اس 47 ونوصل كده. مفيش اي مشكلة في الاس 47. هات لي الباور. الباور ساحب معايا 2 امبير كاملين. هات الشاشة كده. الاس 47 معانا سليم. هنبدأ نروح على الاس 10. ادي الاس 10. اس 10 برضو سليم معانا. هنبدأ نتوجه لمنطقة اي سي الاشارة. هنحط بنزين ونبدأ نوصل على منطقة اي سي الاشارة. زي ما احنا شايفين الشورت موجود فعلا في منطقة اي سي الاشارة. ده مكان الشورت. شايفين المكثف ده هو سبب المشكلة بحالها. واضح معانا هنا في الفيديو. تمام. هنرفع ونتست. هنبدأ نرفع المكثف. كده احنا رفعنا المكثف. هنبدأ نبرد البوردة معانا ونوصل. هات لي شاشة الريسيفر يا عم. كده زي ما احنا شايفين الحمد لله المشكلة بحل. هنبدأ نعوض بقى مكان المكثف الثالث. المكوة باردة معانا بس مش مشكلة. احنا بنزود بس بنزين. هنبدأ نحط المكثف الجديد.
عملية تبريد. ونبدأ نوصل باور. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوصل الصورة. كده احنا شفنا الحمد لله الرسيفر فتح معانا. هات لي عمرو الشاشة. كده تمام. كده المشكلة بتاعت الرسيفر انحلت. ارجع معانا. زي ما احنا شايفين المشكلة الأساسية بتاعتنا كانت في المكثف. شلنا المكثف وعوضنا مكانه، واللي اللي خلانا ننجز في الشغل ده كله ان انا عندي باور سبلاي 5 امبير وبنتحكم في الامبير بتاعه. ما بنديش ال5 امبير كاملين، لان لو حطيت ال5 امبير كاملين هيبدا يعمل لي، هيطير المكثف وممكن ياكل التراكات معايا. فانا بنبدا ب2 امبير الاول، ونزود نص امبير او 1 امبير لحد 3 امبير. 3 امبير بيبدا يسمع معايا في الباور على طول، يبدا يحدد لي المشكله اللي في البورده بتاعتي. شكرا.